بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. ب5 جنيه بس هنعمل احلى حلا سهل وبسيط وسريع، وكمان الجو حر هيتاكل في الحر كده، هينعنش ويرطب على قلبنا. ب5 جنيه بس هنعمل احلى حلا سهل وبسيط بكيس الفروتي ده ب5 جنيه وكيلو من اللبن. يلا بينا على الفيديو. طبعا امي هي اللي عامله الحلا ده مش انا، بس كان طريقته عجبتني جدا، وفي الوقت ده عجبت ولادي وقالوا لي بقى اعمله لنا يا ماما. هي عملت مهلبيه بالبرتقال او مهلبيه بالفروتي. هي عملت المهلبيه عادي خالص، وبعد كده جابت كيس فروتي وقلبته في كوبايه من الميه وحطيت له معلقتين سكر، وحطيته على النار كده في طبق على النار، وبعد كده فطماته بالنشا او حطيت له نشا وتقلته زي المهلبيه، وعملت المهلبيه عادي خالص. بس فعلا الحلا طلع حلو جدا وطعمه جميل، والبرتقال ده اللي هو الفروت كده مدي للمهلبيه مزازه، كانت حلوه قوي. هي عملت دلوقتي المهلبيه كده، وبعد كده لما المهلبيه حطت لها السكر والفانيليا بدأت ان هي تنزل بالنشا علشان تتقل المهلبية، والمهلبية بتاعتها تكون مظبوطة. لما خلصت المهلبية ركنتها، وبعد كده برضو حطت نشا على الفروتي او العصير البرتقان. ممكن كمان لو انت عندك برتقان فريش ممكن تعمليه بالبرتقان الفريش، بس البرتقان اللي هو الجاهز او العصير الفروتي ده ممكن برضو انت تجيبي تانك. العصير الفروتي ده مدي كده مزازة ومدي طعم للمهلبية، كان حلو قوي. بعد لما العصير الفروت غلي معانا كده، برضو جبنا معلقة من النشا وبدأنا ان احنا برضو نتقله بيها، يعني حطينا النشا عليه علشان يتقل برضو كده ويبقى زي المهلبية. وانت ممكن برضو تزودي الكمية وتعملي مهلبية برتقان بس. طعمها جميل يا بنات، فعلا سهلة وبسيطة وسريعة وبتاخدش وقت. طعمها حلو جدا فعلا، لما بتحطيها في التلاجة وبتسقع بترطب كده على القلب، بتحسي طعمها حلو. وكمان الفروتي طعمه جميل جدا. يعني انا قلت لماما ممكن ان انا اعمل المهلبيه اللي هي بالفروتي بس، قالت لي اه بتبقى حلوه برضو مفيش مشكله. ان هي طعمها مزز كده وجميله فعلا. جربوها، طعمها حلو وسهله وسريعه ومش هتاخد معاكي وقت، وولادك هيحبوها. انا ولادي فعلا لما كلوها طلبوها مني وقالوا لي ان انا اعملها لهم تاني. زي ما انتوا شايفين الفروت تقل ازاي وبقى عامل زي المهلبيه بالظبط. بدأت ماما بقى فعلا حطته بقى كده في الاطباق بتاعته، وحطت بقى الفروتي فوقيه كده او زينت بالفروتي. ولما بيرد حطيناه في التلاجة ورجعنا اكلناه وهو ساقع. كان حلو جدا، حالة سهل وبسيط، ما بياخدش معاكي 10 دقايق، ومش مكلف، وهتأكلي العيلة كلها. يعتبر بكيلو لبن وب5 جنيه بس كيس الفروتي. كلنا متوفر عندنا طبعا في البيت النشا والفانيليا والسكر، يعني احنا مش هنحتاج حاجات كتير، وهتعملي حلا اقتصادي وسهل وسريع وطعمه حلو جدا. زي ما انا قلت لكم الحلا ده كان من ايد امي، هي اللي كانت عاملاه وانا كنت عندها، هي عملته لنا. كان طعمه حلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، عشان ست الحبايب هي اللي عامله الفيديو ده، فقلت ان انا انزله لكم. يعني بقى ايه الحاجات الحلوه بتاعت الناس الكبيره دي، اللي تفتح النفس اللي بقف في المطبخ فعلا وبيخترعوا حاجات كتير. إيه الحلا حلو وجميل وسهل وبسيط وسريع، اتمنى ان هو يعجبكم فعلا لما بيسقع، وطعم الفروتي جميل جدا. جربوه. بكيلو لبن بس وكيس فروتي هنعمل احلى حلا في الصيف، مش هياخد منك 10 دقايق. مع السلامه، وهتوحشونا لحد الفيديو اللي جاي.